كل الكلام السلبي كان جواها طلعته ليا. يعني هو بيتكم ما تجيليش المدرسه تاني، تكونيش كوبي مني، لو اتكلمت هبان ان انا باكل. هاي جايز، كيفكم؟ فيديو النهارده هيكون عن، بص طب انا جايبه القعده دي والوضعيه دي، وجايبه معايا مشروبي my favorite drink، وجايبه النوت بوك بتاعتي. يبقى الفيديو من اللي قلبكم يحبه، صح؟ بصوا انا عارفه ان الصوت مزعج، صوت المروحه، بس انا ما اقدرش اعيش من غيرها، ما اقدرش اقفلها. وبرده المايك فاصل، فانا سبته يشحن، ممكن في نص الفيديو استخدمه كده. وصوتي ماله عشان بجد تعبانه جدا والله يا اصدقائي، انا واخده العلاج عشان كده حاسه اني شويه كويسه، بس بجد والله تعبانه جدا. فانا حاولت اعمل فيديو بس بجد تعبانه بجد. ف يعني صوتي اعذروني بجد والله. رقم 2 على على ايه، نسيت والله كنت اقول لكم ايه. الفيديو النهارده اسئله متابعيني، وهقول لكم اسئلتكم، والاسئله دي ممكن مضحكه، وهكشف ناس توكسيك كانت في حياتي وكل حاجه. بصوا يعني كل حاجه. بصوا انا هحاول اعلي صوتي جدا، فلو طلع الصوت برضو مش الطف حاجه، انا هعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ معرفش والله اعمل ايه. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. قولولي الاول ايه رايكم في الوضعيه دي، يعني اديكم اوريكم الوضعيه دي على طول احطكم فيها، ولا وضعيه كده المكتب هو باين احلى وكده؟ انتوا قولولي في الكومنتس. المهم يلا بقى نقعد كده قعده بنات فضفضه، اسرار بجد اول مره احكيها، وعلاقات توكسيك وحاجات كده تحفه. يلا بينا نبدا باول سؤال. اول سؤال وهو موقف حسيتي فيه ان الارض نفسك تنشق وتبلعك من كتر الكسوف. يا حول الله، موقف بجد يا اصدقائي، يعني انا ما اتمنهوش لعدوي حرفيا. بصوا يلا بينا نحكي. اول حاجه كان في كان في ايه، استنى افتكر عشان بنسى. اول حاجه انا كنت في فصل، كنت في المدرسه، اول موقف ده حصل في المدرسه. اول حاجه انا كنت في المدرسه، وانا فصلي في عندنا 3 فصول. انا في فصل، من الفصول دي انا موجوده فيه، وباقي كل صحابي في فصل تاني. فالفصل التاني ده انا حبيت في يوم ان انا احضر حصه عادي جدا عشان زهقت من فصلي. فاول حاجه انا حاسه ان اصوات، المهم حاسه سمع صوت حد بيعيط بره، عملوا سكيت بجد، انا معليه صوتي خالص اهو قربت خالص. بصوا المهم انا رحت الفصل ده في اليوم ده. الاول استأذنت من المدرسه اللي عليا انا في فصلي، وقلت لها يا ميس انا هروح احضر فصل، لو حضرتك هتدي تقييم او هتدي حاجه انا مش هروح. راحت قالت لي لا روحي يا رانيا وكده. فروحت الفصل التاني واستأذنت برضو اللي عليهم، وبعدين قعدت خلاص، خلصت الحصه تمام، وقعدت مع صحابي وخلاص. تاني حصه انا خلاص همشي عشان اروح فصلي، انا استأذنت في حصه واحده. راحت صحابي فضلوا يقولوا لي لا اقعدي، والله انا اليوم ده ما كنتش حابه اقعد خالص، مش عارفه يعني. الحصه التانيه مش الحصه الاولى، الحصه التانيه انا مش عارفه ليه ما كنت حاسه ان هتحصل حاجه، وطلع يعني احساسي في محله. المهم قلت لهم لا مش لازم، مش عاوزه، انا مش عاوزه بجد بجد يعني. مسكوا فيا جامد. رحت انا قعدت وعادي بقى، ورحت قعدت. الحصه التانيه مين اللي جه؟ مين؟ مدرسه عادي، كملنا الحصه وعادي جدا. بس الحصه هناك برضو في حد جديد جه، ماشي، وانا في حصه برضو حد جديد جه، بس مدرس يعني بيحبني وكده وعادي وموافق وكده ان انا اقعد. تالت حصه المفروض امشي، هم برضو مسكوا فيا عشان كمان خلاص اخر حصه ونروح. فرحت صراحه يلا بالمره بقى. تالت حصه بقى مين اللي جه؟ مدرسه كانت في فصلي في تاني حصه، وتاني حصه انا ما استأذنتش، انا استأذنت في اول حصه بس، تاني حصه انا ما استأذنتش قعدت كده. فهي سألت عليا في التاني حصة، فمش عارفة هم قالوا لها غايبة ولا قالوا لها فين وكده، فأنا ما استأذنتش بقى. فأول ما شافتني عارفين
بجد يعني كل الكلام السلبي كانت جواها طلعته ليا، يعني مش عارفه كانت متخانقه مع مين. بصوا بقى، اول ما شافتني كده، هو انت هنا؟ وانا عماله اقول لهم هي فين رانيا في الفصل وانت هنا؟ هو انت كل شويه تتنططي لي من فصل لفصل؟ بجد سمعت شويه كلام، هو مش وحش، بس يعني بالنسبه لي كسفه، فاهمين؟ هو انت بتتنططي بصوا انا بقى عايزه اقول لكم موقفي، كل الفصل ساكت ومركز معايا باصص لي، وانا من اول بتكسف جدا، فانا وشي احمر جامد جامد، وفضلت اعمل ازاي، احط ايدي كده الاتنين كده واحطهم على وشي واروح نازله على المقعد واقوم، انزل على المقعد واقوم من كتر بجد. عارفين يا اصدقائي بقى ده كله وهي بتتكلم انا كنت بعمل ايه؟ قلت لكم ان الحركه اللي انا بعملها وما ردتش ولا نص كلمه، يعني طب حتى اقول حاجه، انا حاسه ان بجد انا ما اتكلمتش ليه، كنت قلت لها بس معلش يا ميس انا اسفه والله انا كنت مستأذنه من الحصه اللي قبلها وكده، الطف الجو، لا انا واقفه ساكته. فالمدير سمعها من تحت، شايفين صوتها عالي لدرجه ايه؟ فراح طلع كده وقف بره الفصل، فسمع كل حاجه، راح قال لي ايه؟ رانيا هاتي لي شنطتك وتعالي لي. انا بقى خلاص انا هموت بجد، كنت عايزه الارض تنشق وتبلعني بجد، مش كلام بجد. عارفين انا كنت بقول لكم لدرجه ده كله انا عمال اعمل كده كده كده، انا مش عارفه ايه التصرف ده، بس وشي احمر، كله باصص لي كده، وشك احمر، بايه؟ بسرهم ماشي، وبص لي كده وانا ماشي، رحت بصيت لهم كده، وبصيت للميس، وبصيت للمدرس كده، وبعدين راحت امي، هما مستنييني وانا قاعده عمال مكسوفه. راحت صاحبتي قالت لي قومي قومي، قومي شيلي الشنطه يلا انت بتعملي ايه؟ رحت بقى لحظه ادراك ان المستر والمس مستنيني عشان اخرج بره، رحت واخده شنطتي، انا واخده الشنطه وبصه لفوق والله انا بصه لفوق من كتر الكسوف، انا بصه لفوق كده وماشيه، يا دوب خرجت من الفصل انا انهارت، قعدت اعيط. المستر بقى كان حاسس بيا بصراحه، المدير يعني انا احسب بقى، قلت بقى ايه هيوديني لماما هيقول لي روحي بيتكم ما تجيليش المدرسه تاني، بس لا صراحه اتفهم الموضوع وشاف ان انا مش غلطانه قوي، بس والله مش عارفه انا غلطانه ولا لا، والله مش عارفه، بس يعني المستر قال لي بقى ما تزعليش، ما خلينيش ادخل فصلي وانا بعيط كده، وسابني كده قعدت شويه، وبعدين قال لي عايزه تمشي امشي، عايزه تدخلي الفصل ادخلي، فانا مشيت صراحه. وبجد يعني كان يوم، يعني يوم ما كانش لطيف خالص، مش عايزه اقول اسوأ يوم في حياتي عشان حرام وكده كل. المهم ده كان اول سؤال، يعني انا عارفه اني طولت فيه شويه، بس يعني هو ده اللي حصل والله ماشي. تاني سؤال، ايه اكتر درس قاسي اتعلمتيه السنة دي وخلاكي اقوى؟ بصوا انا اتعلمت دروس كتير جدا، واقوى درس السنة دي، انتوا بتقولوا على السنة دي ان انا بجد والله اصدقائي ما امنش لحد، عشان انكم تامنوا بحد، وانكم انتم يعني ايه، بصوا ما تتوقعوش اكبر، اتوقعوا دايما الاسوأ بجد، عشان انا كنت متوقعه في حد كده، كنت متوقعه حاجه اعلى بكتير، وبعدين وطلع اسوأ، فليه بقى كده ونزعل وكده؟ فما تتوقعوش الاعلى او الاحلى او الافضل، اتوقعوا دايما الاسوأ، عشان لما يجي الحاجه حلوه تفرحوا قوي قوي، تكونوا ضعف الفرحه. طب لو جت حاجه وحشه، ما انتوا كده كده متوقعين كده فمش هتزعلوا، فده احلى يعني. تاني السؤال وهو ايه هي الصفة اللي نفسك تغيريها في شخصيتك ومش عارفة؟ بصوا انا مش حابة مش اغيرها، انا ما شاء الله انا عندي لو عايزة اغير حاجة فيا تاني يوم على طول هتتغير، بس او في وقتها حرفيا، بس مش عايزة اغيرها، انا عايزة اتجنبها مع ناس. عفويتي بجد، انا عفوية جدا يا اصدقائي ومع اي حد، ويعني ايه اجتماعية ما شاء الله، فعندي العفوية دي بتظهر مع اي حد، فانا مش مع اي حد، هما مع صحابي بس القريبين مني، بس انا برضو عايزه اتجنبها، مش كل حد يكون اظهر عفويتي، فاهمين؟
دي بس اللي كنت عايزة اعملها. رابع سؤال، تصحي بدري وتنجزي يومك ولا تسهري بالليل وتكوني اكتر ابداع؟ الصبح طبعا، بس انا مش بصحى. يعني انا عارفة ان انا لو صحيت بدري انا بجد هبقى في حتة تانية، بس المشكلة مش بصحى، يعني دي المشكلة. المهم، ايه اغرب اكلة جربتي تعمليها وطلعت كارثة؟ اوف، كل لما افتكرها بجد بطني بتوجعني، والله كل ما افتكرها بجد بطني بتوجعني. بصوا، دي حوالي من 3 سنين، يعني وانا في اعدادي، في اولى اعدادي، في 6 ابتدائي كده، من 3 متخيلين. وانا فاكراها ان انا عملت دوريتوس في البيت. شفت فيديو يوتيوب شورتس، هو كان صغير فعشان كده كان فاهمين تلخيص المكونات على طول. رحت انا عملت زيه بجد يا اصدقائي، يعني مش عايزه اقول على نعمه ربنا وحشه، بس يعني ما كانتش لطيفه، مش هي الكلمه دي، انتوا عارفين اللي جوايا انا عايزه اقول ايه. فبجد بجد والله اوف، انا كل ما افتكرها انا قعدت اسبوعين بعديها انا جالي قرفه من الاكل كله، ما كنتش باكل. ماما كانت بتحال عليا اكل لحد ما كانت ممكن تجيب لي زبادي، ممكن كنت اتقبلها شويه، اما الاكل التاني بجد جات لي قرفه كده، ولحد الان بطني بتوجعني، بس يعني باكل عادي، بس بجد بطني بتوجعني كل ما افتكرها. ماشي. السؤال اللي بعده، ايه اكتر حاجه اشتريتيها وما كانتش ليها اي 30 لازمه؟ بجد انا بشتري كل حاجتي ملهاش اي 30 لازمه. ماما بتقولي انا نفسي تشوفيني كده وما تقوليش انا عاوزه 1 2 3 4، بجد تزهق مني. انا ما بطلش حاجات، اللي على طول بحب عايزه اجيب حاجه، فدي الحاجه صراحه اللي بستمتع بيها. يعني ممكن لو انا زعلانه اعمل الحاجه دي، ان انا اشتري حاجات. المهم، او اكتر حاجه ان انا جبت كتابين كده في سنه، كتابين حرام جبت، بس الحمد لله يعني اديته لحد يعني يستفيد منه ان شاء الله. بس بجد متضايقه، كنت حاسه اني متضايقه وكده. وجبت برضو مجين كده، بصوا انا بجيب كتير جدا، وجبت بلوزه انا وصاحبتي بجد يعني. بصوا مش لازم بقى نرجع في اللي كان عشان ما نزعلش نفسنا وكده. السؤال اللي بعده، ايه الموقف اللي عملته صاحبتك معاكي وخلاكي تحسي انها اختك بجد مش صاحبتك؟ بجد يا اصدقائي، الحاجه اللي بحبها جدا في الشخص معايا انا بالذات، اي حد من صحابي لو عمل الحركه دي انا بحطه في مكان عالي شويه، بجد بحس ان هو بجد كويس، ان نبقى متخاصمين وبجد يجي يصالحني، بجد دي حاجه والله انا ممكن ابان عادي، ان عادي يعني لما تيجي تصالحيني، بس انا بجد حاجه توب فوق التوب، بديها 3 مليون من 10. يعني شايفين لدرجة ايه؟ بجد حاجة كويسة جدا، وعلم على الشخص ده بجد، انت ايه ماي هارت. فبجد الحاجة دي بحبها جدا. ايه اكتر موقف حسيتي فيه بالغرور الشديد وانك كنتي صح 100% وطلع في الاخر العكس تماما؟ فاكراه. بصوا، انا كنت قبل كده، ده في تالتة اعدادي، قبل كده كنت رايحة درس رياضة. ماشي. اول حاجة، انا كنت واخدة الدرس ده قبلها، كنت يعني مذاكراه قبل ما اخده. فيوازي محور السنان، هو شايفين مش ناسي السؤال، كان المستر بيقول ايه؟ لو المستقيم يوازي محور السنان يبقى ايه؟ صاد بصفر، وده كله انا عارفاه. فانا قلت بقى ايه، انا هروح محدش هيعرف يجاوب. قولوا ليه؟ عشان انا مذاكره، هم مش مذاكرين، وهي تبقى اول معلومه ليهم. فقلت هيقولوا س بتساوي صفر عشان يوازي محور السنان، فانا عارفاها كده كده صاد بتساوي صفر، فكده انا هجاوب صح وكده. فانا بقى اتلخبطت ولا مش عارفه، بس انا عارفه الاجابه. فهو بيقول لي يوازي محور الصادات، هو اول حاجه اول السينات، وبعدين قال الصادات، قال لا خلاص الصادات. فانا تحسه اتلخبطت، فقال لي الصادات، رحت قلت صاد بيساوي صفر، مع اني انا عارفه ان س بتساوي صفر. فطلعوا اللي معايا شطار وقالوا اجابه صح، وانا اللي قلت الاجابه غلط، وايه بقى متاكده. ومثلا صاحبتي تقول لا س بتساوي صفر، وانا مثلا اقول ص بتساوي صفر، والاجابه الصح س بتساوي صفر وكده، لا ص بتساوي صفر، انا وهي عمال نعمل كده، والمستر واقف كده مستنيه. فبجد راح المستر، وانا بقى ايه، عارفين
الثقة مليون عندي، عشان عارفة بقى ايه ان انا ايه هجاوب، وكده كده انا عاملة حسابي ان انا ايه هبقى توب. في الاخر طلع مستر بجد الكسفة كانت كسبت قوي، بس مش زي الموقف الاولاني خالص، لا طبعا مش ده عادي جدا. ايه اكتر حاجة بتزعلك وتخليكي تقفلي من الشخص اللي قدامك مهما كنتي بتحبيه؟ بصوا يا اصدقائي، اللي بجد بكرهها عشان اتعرضت لها حاجتين بجد بكرههم، والاولى اكتر اللي هو انك تقلديني في كل حاجه. يعني عادي تقلديني، عادي تتعلمي مني، عادي، بس ما تكونيش كوبي مني. يعني اي حركه بسيطه بدرجه دي اصلا انا جالي يعني بجد بجد بكره الحاجه دي. تاني حاجه الشك، انك تشكي فيا. انا مستحيل اكذب، مستحيل، الحمد لله، يعني من النوع اللي بكره الكذب وما احبش اكذب وكده. فقبل كده برضو ده انا حتى صحابي مثلا يقولوا لي قولي لمامتي، قولي لماما ان انا كنت في كذا، او هي مش بتعملش حاجه غلط، بس هي مثلا اتاخرت مثلا عشان جت معايا مثلا او حاجه، فقولي لها ده كانت في كذا. ما برضاش بجد بيتضايقوا مني، بس انا مش بحب اكذب. فدي حاجة برضه بحبها، إن ما بحبهاش إن حد يشك فيا. تفضلي السؤال اللي بعده يعني تفضلي تكتشفي إن كل أصحابك بيتكلموا بعض من وراكي عليا، ولا إن صاحبتك المقربة جدا بتتنافس معاكي في كل حاجة؟ بصوا، هو أنا ما جربتش ده ولا جربت ده الحمد لله، بس اللي انا اكتشفه وهيكون عندي مش هزعل قوي، عادي ان صاحبتي تتنافس معايا، عادي جدا على فكره، بس تكون منافسه يعني شريفه، مش غيره وكده، لا تكون تتنافس معايا عادي جدا. ده هيخلينا نشجع بعض كده، تبقى تحفه بجد والله. السؤال اللي بعده، مين فيكم من صحابكم كانت بتخبي الاكل جوه الشنطه وتاكله في الحصه وهي مستخبيه ورا صاحبتها؟ انا يس. قبل كده انا كنت في الفصل فانا كنت بجد والله تعبانه وعايزه اخد العلاج، غير العلاج انا كده كده كنت هاكل، فما ناخدهاش حجه برضه. بصوا فانا قعدت بقى، طلعت اللانش بوكس وحطيت قدامي الشنطه، عشان مستر قبليها، انتوا عارفين قبليها بثانيه قال ايه؟ محدش ياكل في الحصه. ماشي، الكلمه دي بالظبط، حطوا كده علامه شرطه تحتيها. رحت انا بقى ايه، اكنه بيقول لي كلي، اكنه بيقول لي كده. بعدها على طول رحت مطلعه اللانش بوكس بتاعي بقى ايه، ما شاء الله كان النهارده، كان اليوم ده كان تحفه بجد. حطيت الشنطه قدامي عشان ما بانش، ماشي. والمشكله ان انا في تالت مقعد، ده كان في اعدادي. رحت بقى قاعده وعماله اكل بجد والله، فجاه لقيت المستر بيقول لي رانيا قومي اقفي. رحت قمت وقفت وانا في بقي، فانا قفلت كده بقي ورحت، هو بيكلمني وبيقول لي السؤال كذا كذا كذا، انا مش عارفه اتكلم عشان لو اتكلمت هبان ان انا باكل، فهو شكله كان عارف ومتعمد ان هو يعمل كده عشان اتكسف، مش عارفه والله عشان ما نظلمش برضه. فراح قايل لي ايه، هو انت في بقك حاجه عشان كده مش قادره تتكلمي؟ رحت بصيت له كده وابتسمت، قال لي مش انا قلت ما حدش ياكل؟ راح عامل لي كده. قلت له يا مستر انا كنت عايزه اخد العلاج وكده، بس صراحه سكت عشان هو بيحبني يعني. فالحمد لله يعني ان عدت على خير، بس برضه كنت يعني كان فيها شويه من الاحراج. سؤال بجد، 1 2 3 4 5، اخر 5 اسئله، بس حاسه اني طولت الفيديو، مش عارفه بقى. خلاص هنسرع. ايه الحاجه اللي اهلك كانوا بيخوفوكي بيها وانت صغننه وانت كنتي مصدقاها؟ ماما كانت لما بتروح العزا كنت نفسي اروح معاها، كانت تقول لي شعرك هيتحرق. والله مش عارفه ايه اللي دخل ده في ده، بس انا كنت بصدق بجد، وكنت بقى بتخيل ان هناك في حاجات سودة، ان العزا ده كله اسود، حتى يعني مع طبيعي ان الناس بتلبس اسود، لا انا كنت متخيله ضوء الشمس اسود، فاهمين؟ مع كان عارفين افلام بتاع زمان، مش بتحسوا كان ايه، مش عارفه اوصف لكم يعني. المهم كنت بحس اسود وبحس ان في فوق حفره كبيره، كنت بتخيل تخيلات من ساعه ما هو تقول لي كده، بس الحمد لله لسه يعني مكتشفه ان مش حرام، مش كده يعني. يلا بقى عشان كده انا بقى ايه بدات
ايه العلاج بدأ يروح مفعول، وانا هقول كلام كده ما ينفعش يتقال. ازاي تتعاملي مع حد بيقلل منك من غير ما تفقدي هدوءك؟ بصوا، دي بتنقسم الى كذا حاجه. لو ده حد قريب منك، لو ده حد اول مره تشوفيه، لو حد ده اكبر منك، دي في كل حاجه ليها تعامل. فانا ممكن اقول لكم في بارت 2 من الفيديو، عشان كده احنا البتاع ده ليه كلام كتير، عشان انا اتعرضت لمواقف دي كتيره جدا، بس الحمد لله دلوقتي مستحيل حد يقلل مني، ولو قلل مني المهم ده في فيديو تاني ان شاء الله. لو انتوا حابين يعني اكتبوا لي في الكومنت ايه المبدأ اللي ماشيه بيه في حياتك، وايه ومستحيل تتنازلي عنه مهما كانت المغريات. مبدأ ماشيه بيه، مش فاكره ولا مش عارفه. I don't care. I don't care. I don't care. بجد انا عايزه اقولها من الصبح كده لحد هناك. بصوا انا الحمد لله كلمه I don't care دي بجد من جوايا، مش كلمه بس، بجد انا بعمل بيها انا كده. يعني عارفين رانيا I don't care؟ رانيا دي كده شخص I don't care، بجد مش بهتم خالص الحمد لله. دي حاجة مؤخرا، يعني مش مؤخرا، من تانية اعدادي كده او من تالتة اعدادي انا بقيت كده، يعني مش من زمان. بجد تحفة يا اصدقائي لو تعاملتوا بالجملة دي، بجد هي معناها عميق جدا. ف ازاي قدرتي تبني ثقتك بنفسك وتكوني متقبلة كل حاجة فيكي ومقتنعة بشخصيتك كده؟ بصوا عشان انا يعني نوعا ما فقدت ناس خذلتني، ماشي. فحسيت ان ايه ده، انا بجد يعني مفيش حد مهم في الحياة غير نفسي. فعرفت قيمة نفسي والحمد لله كده. يعني انتوا هتعرفوا ثقتكم بنفسكم لما يحصل حاجة تزعلكم قوي، بعديها انتوا هتفوقوا بجد. مفيش حاجة هتتعمل غير كده، ولا بودكاست ولا اي حاجة، لازم تتعرضوا لحاجة وحشة قوي هتزعلكم جدا من الناس، وبعدين هتقوموا هتفوقوا بقى، هتغيروا 180 درجة حرفيا. لو سألتوا اي حد انت بقيت ثقتك بنفسك كده ليه، هتقولك اصلا انا حصل لي كذا 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 عشان كده بقيت كده. لو في حاجة واحدة بس تتمني الناس يفتكروها بيكي بعد ما يتعاملوا معاكي او يمشوا من حياتك، تتمني تكوني ايه؟ ان انا ما اذيتهمش في حياتي، واني ما اتكلمتش عليهم ابدا، مستحيل اتكلم عليهم من وراهم بالوحش. فدي بجد اللي عايزة كله اي حد يمشي من حياتي بقى عارفها، وان انا بدل كنت بتعامل معاكي حلو يبقى انا كنت بحبك. المهم كده كان خلص الفيديو. انا عارفه ان كان تحفه، انا عارفه وطويل زي ما انتوا بتحبوا ده. انتوا قبل كده قلتوا لي انا عايزه اعمله 40 دقيقه ساعه، مش للدرجه دي يعني، مش للدرجه دي. بس كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي يا اصدقائي.